أنا على جيت واثروا اللاجة للنعامة باركة وحاسته على البيض. شربها مع النعام. لا قلت له. تسافر بويبو عبر الزمن وهي تحكي أسطورة الطفل هدارة، الطفل الذي عاش مع النعام. فتقول: في قديم الزمان ارتحلت إحدى العائلات من قبيلة إيديشلي من موريتانيا نحو الصحراء الكبرى، فمرت بصحراء تندوف، وبينما القافلة تعبر كثبان الرمال تأخرت عنها امرأة كانت تحمل طفلا عمره 2 فوضعته بالقرب من بيض النعام وشرعت في جمع البيض. وفي هذه الأثناء هبت عاصفة رملية قوية. جاوا الناس متقلبين المرأة وجبرها لها هي وجملها وجبرها لا تبكي وتصقي.